واش الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد. اسمعني مزيان، اليوم ماشي غادي غير نحلمو، اليوم غادي نوريك واحد المشروع اللي غادي يبدل حياتك 180 درجه. مشروع كيبدا باستثمار صغير وكيوصلك لمدخول محترم اللي يقدر يفوت تقريبا 10000 درهم كل شهر. انا تنتكلم على مشروع النقش بالليزر او الحفر بالليزر. هذا المشروع اللي مناسب لجميع الفئات العمريه وجميع الناس يقدروا يخدموا بهذا المشروع، عيالات، رجال، ناس مازال تيقراو، ولا انت اللي باغي تبدا مشروع ديالك خاص. بصراحه انا براسي بديت من والو بحالك تماما، كنت حاير وضايخ ديال بصح، ولكن قلبت وبحثت وتوكلت على الله. واليوم بغيت نبارطاجي معاك التجربه ديالي خطوه بخطوه، لذلك اسمع لهذا الفيديو حتى الاخر، حيت كل دقيقه غادي تخسر من هذا الفيديو راه تتفوت عليك بزاف ديال المعلومات اللي غادي يفيدوك بزاف في حياتك. غادي نوريك كيفاش تبدا من الصفر وتوصل لاول 10000 درهم شهري. واش مستعد؟ قبل ما نهضر على الماكينه والفلوس خاصنا نهضروا على اهم حاجه اللي هي العقليه ديالك. هاد الماكينه ماشي غير حديد غادي تشريها وصافي، هذه اداه غادي تحقق بها ان شاء الله الاحلام ديالك. خاصك تكون مؤمن بالفكره ومستعد تخدم وتصبر. تقدر دابا تتسول في راسك علاش بالضبط النقش بالليزر. انا غادي نقول لك وغادي نشرح لك بالتفاصيل. العالم كامل والمغرب جزء منه غادي في واحد الاتجاه اللي سميتو التخصيص او بالانجليزيه بيرسوناليزيشن، حيت الناس مابقاتش باغا تشري الحوايج ستوندار، يعني حيت كل واحد فينا باغي واحد الهديه اللي تكون متخصصه ليه وهديه تكون فريده. مثلا شي حاجه فيها السميه ديالو، او شي كادو مثلا فيه الاسم ديال شي واحد عزيز عليه، او تاريخ عزيز عليه، مثلا بحال تاريخ الزواج او تاريخ الميلاد او شيء بحال هكا، او شي تصميم مثلا او لوغو اللي تعبر عليه هو. السوق ديال الهدايا المخصصه بوحدو تيدخل ملايين الدولارات سنويا وغادي وكيكبر، والطلب عليه كبير بزاف بالخصوص في الاعراس والمناسبات. وحتى الشركات تيبغيو مثلا بزاف ديال المواد اللي اشهاريه. اوكي دابا ندوزو للمعقول، اش من ماكينه اللي خاصني نشري ونبدا بها؟ المهم كاين 3 ديال الانواع ديال الماكينات ديال الليزر، كل وحده والثمن ديالها والاستعمال ديالها الخاص. اول ماكينه للمبتدئين اللي سميتها ديوده لازر، وهاد الماكينه هي اللي بديت بها انا شخصيا وتنصح اي واحد مبتدئ يبدا بها. رخيصه في الثمن، والثمن ديالها تيبدا من تقريبا 1500 درهم وانت طالع. وهاد الماكينه صغيره ومناسبه الا ما كانش عندك مثلا واحد المتجر ديالك ولا مثلا شوب فين تخدم، يعني تديرها في الدار. يعني بحال انا مثلا خدام غير من الدار، كنديرها في الدار وتنخدم بها غير من الدار في الاول فاش يلاه بديت هاد المجال ديال الليزر، وكتخدم مزيان على الخشب ولا الجلد والكرتون. ولكن العيب ديالها البسيط اللي هو ما تتخدمش على المواد المعدنيه بحال الحديد والنحاس والذهب. هذا هو النيجاتيف ديالها. ولكن هذه كنصيحه، يعني اول واحد يبدا في هذا المجال يبدا بها، حيت فريمون ساهله بزاف وصغيره وتقدر ديرها غير في الدار كيف ما قلت لكم. وكاينه ماكينه ديال السي او 2 هي اللي عندي انا لهي كما تشوفوا لهي اللي تنخدم بها ديما في الفيديوهات. وهاد الماكينه عند شويه ديال المحترفين، ولكن ما ننصحكش بها من الاول. وهاد الماكينه تبدا الثمن ديالها من 5000 درهم وانت طالع. انا ننصحك تبدا بالديوده هي الاول، بديوده لازر، وتجمع شويه ديال راس المال وتبدا تبيع. عاد انتقل وانفيستي لشي ماكينه اخرى اللي احسن لي السي او 2 ولا الفايبر اللي غادي نهضروا عليها من بعد. الماكينه ديال السي او 2 المميزات ديالها انها تتقطع على الخشب، تتقطع على الجلد، تتنقش على تقريبا جميع المواد الخام، اللي حتى هي ما تخدمش على المواد المعدنيه بحال الحديد والنحاس ومثلا الالومنيوم ولا غير ذلك. وعندنا ماكينه اخرى اللي سميتها ماكينه ديال الفايبر، وهذه الوحش ديال المواكن ديال الليزر، راه هي اللي عندي ليها تما، اللي تنقش ليا على تقريبا جميع المواد الخام ومتخصصه بزاف في المواد المعدنيه، اللي مثلا الحديد تتنقش على الحديد، واعره على الحديد، تتنقش على الالومنيوم، تتنقش على الذهب، تتنقش على جميع المواد اللي قاصحه الدراري، حتى تنقش حتى على الحجر. يعني الحجر تعطيه ليها تتنقشو ولا تقطعو، ولا المهم واعره بزاف. وهذه اللي شويه غاليه، انا شخصيا شريتها تقريبا ب 1700 اورو اللي هي 17000 درهم مغربيه. ولكن ما ننصحكش بها في الاول. انا ما شريتها حتى دازت واحد تقريبا عام ديال الخدمه بالمواكن الاخرين اللي بساط، عاد شريت الاخر. ونصيحه من القلب الدراري، بدا بالماكينه ديال الديوده هي الاولى، تكون فيها واحد 10 واط ولا 20 واط. استثمر واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم، جرب بها، بيع المنتوجات ديالك
بماكينه اللي بسيطه، وملي تجمع راس المال ديك الساعه دوز الماكينه ديال السي او دو ولا الفايبر ولا اللي عجبك نتايا على حساب راس المال ديالك. نصيحه من القلب الدراري، الا بغيتي تشري ماكينه ديال الليزر من الاحسن شريها من علي بابا ولا علي اكسبريس. انا شخصيا شريت الماكينه ديال الفايبر من علي اكسبريس وطلعت الحمد لله واعره بزاف. ما نبغيش شي واحد ينصب عليكم مثلا في المغرب يقول لكم غنجيب لكم ماكينه اللي المهم تقدر طرا لكم شي مشكل معها ولا شي حاجه. ننصحك احسن حاجه علي اكسبريس، وانا نقدر نحط لكم شي ديسكريبشن ديال شي ماكينه اللي في المتناول يقدر يشريها بلينا، نحطها لكم من علي اكسبريس، نحط لكم ديسكريبشن ديالها ودخلوا شوفوا على خاطر. ودابا ندوزو لاختيار المنتوجات المربحه اللي غادي نبيعوا ان شاء الله باستعمال ماكينات الليزر، وهذه هي اهم حاجه في هذا البروجي او في هذا المشروع. من خلال التجربه ديالي انايا ومن خلال النظره ديالي للمغرب، يعني انا ما تنبيعش في المغرب ولكن كأنا كنت في المغرب غادي ندير هذا الشيء اللي غادي نقول لك دابا، وغادي نبيع هاد المنتوجات اللي غادي نقول لك دابا في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نركز عليها الدراري بزاف هي الهدايا ديال الاعراس والمناسبات. هذه اهم حاجه، حيت علاش في المغرب تبارك الله الناس فهمتيني عندهم بزاف ديال المناسبات وبزاف ديال الاعراس. هذا المجال كنز، يعني هاد المنتجات يكونوا كنز في المغرب، حيت انا ما بصراحه انا في اوروبا ولا في فنلندا بالضبط ما كاينش الاعراس بزاف، نتوما عارفين علاش. اما في المغرب تبارك الله كاين الاعراس، والمغاربه راه كيحماقوا على شي حاجه مخصصه بحال مثلا تصاوب له شي هديه بالسميه ديالو ولا بشي تاريخ ولا بشي صوره مثلا تتعجبو ولا اي حاجه بحال هكا. شنو غادي نصاوب مثلا بالنسبه للاعراس؟ نقدر نصاوب صواني غادي نصاوب مثلا صواني من الخشب منقوش فيها مثلا الاسماء ديال الاعراس ولا دوك اللي مزوجين، وغادي نكتب فيها مثلا نهار فوق تزوجوا. هذه واحد الهديه اللي زوينه بزاف، يعني هذه تمثل يعني اول منتوج نقدر انا نخدم به في المغرب هو الصواني، يعني الصينيات مكتوب فيهم من الخشب ولا حتى من الحديد ونقش فيهم الاسماء ديالهم والتاريخ فوق تزوجوا ولا اي حاجه فهمتيني بغاها المشتري. ثاني حاجه الدراري غادي نركز بزاف على اللوحات ديال التقطيع، مثلا هذوك اللعيبات فين تتقطع مثلا الخضره وداك فهمتيني هذاك واحد ما عرفتش سميتو بالضبط، ولكن لوحات تقطيع يعني قلبت عليها بالعربيه سميت لوحات تقطيع، يعني فين تقطع نتايا مثلا الخضره، تقطع مثلا اي حاجه اللحم بغيتي. هذيك مثلا من الخشب انا نحط لكم التصويره ديالها وتكتب فيها مثلا شي حاجه. كاين مثلا في اوروبا انا تنبيعها مثلا الناس شنو يطلبوا لي نكتب لهم شي وصفه ديال اكل مميز بغاوها هما ولا شي حاجه مهمه لهم، يعني واحد الماكله اللي مهمه تكتب لهم الريسيب ديالها او الوصفه اللي باغين هما. مثلا تكتب لهم الطاجين مثلا وتكتب فيه شنو هو طاجين كذا. هذه اللعيبات بحال هكايا هذه هي اللوحه ديال التقطيع، يعني فاش يقطع ونفس الوقت يقدر يقرا شنو هو باغي يطيب مثلا شي حاجه مميزه ليه. هذه شي حاجه اللي زوينه بزاف. ثاني حاجه نقدر نبيعها الدراري هي مرايات صغار مثلا من الخشب، راه تتباعوا بزاف مثلا في علي اكسبريس، ولا تيكونوا بلا حتى شي حاجه، بلا كتابه بلا شي رسمه بلا والو. وانت شنو عاد تعديل اللمسه ديالك، مثلا المشتري بغى يكتب مثلا اسم ولا بغى يرسم ورده، بغى يرسم لوغو، بغى مثلا يرسم شي وجه ولا شي اي حاجه، مرايه وتكون من الظهر ديالها تيكون فيها مثلا من الخشب ولا تقدر تكون حتى من الحديد. انا مخلي لكم التصاور ديالها، وهذه غادي انا نقدر نبيع فيها بزاف وتنبيع فيها حتى هنايا في فنلندا الحمد لله. وحاجه اخرى عاوتاني اللي تقدر تانفيستي فيها بزاف الدراري هي صناديق ديال المجوهرات، يعني صندوق مجوهرات من الخشب تشريه هكاك يعني ريدي، يعني مصاوب ديجا مصاوب، وانت شنو غادي تزيد عليه اللمسه ديالك، ولا المشتري بغى يزيد عليه شي حاجه كتابه رسمه اي حاجه. غنخلي لكم حتى في التصاور باش تشوفوا كي داير يعني اكزامبل. وحاجه اخرى الدراري نقدر نبيع بزاف مثلا في المغرب هي الديكورات المنزليه اصيله يعني مغربيه مرسومه من الخشب. مثلا تقدر دير شي لوحه فيها واحد مثلا ايه قرانيه ولا دير فيها شي حديث نبوي ولا اي حاجه، هادشي اللي تتعلق مثلا في الديور. هذه حتى هي تمشى لك بزاف. انا ما نقدرش نبيعها هنايا، ولكن كون كنت في المغرب غادي نحط فهمتيني نبيع فيها هذه. انا متيقن ان في المغرب
بنادم يرسل لك غير مثلا شنو هو بغى شنو هو بغى يدير في الديكور وانت تصاوب له داكشي اللي بغى. وعاوتاني الدراري نقدر نصاوب في المغرب كيسان. يعني خاصك تعرف واحد الحاجه الدراري، ان الماكينه ديال الفايبر تنقش على حتى على الكيسان. مثلا تجيب كاس اللي نورمال وتنقش عليه ودير عليه واحد الزخرفه مثلا مغربيه، ولا مثلا تكتب عليه مثلا اسماء، ولا تكتب عليه شي لوغو ولا اي حاجه بحال هكا. هذه تمشي لك في المغرب بزاف. وحتى هنايا في اوروبا الناس اللي في اوروبا بغاو يبداو هذا المشروع، حتى هذه شي حاجه اللي منتوج مربح. تجيب مثلا الكاس نورمال، شي كاس نورمال ولا غراف ولا اي حاجه وتنقش عليه. هذه واحد الحاجه اللي ماشيه بزاف. شنو هو نقدر عاوتاني نبيع؟ تبيع البساطه من الجلد. تشد بسطام من الجلد مثلا، بساطه من الجلد تشريهم مثلا من شين وعلي اكسبريس علي بابا ولا شي لعيبه بحال هكا من بالجمله، تتقاموا على رخاص بزاف وتنقش عليهم. يعني تكتب مثلا بنادم بغى يكتب سميتو، كتب له سميتو. شحال تاخذ من الوقت بالماكينه ديال الفايبر؟ تاخذ لك تقريبا واحد 5 ثواني. بغى يكتب سميتو تكتب له سميتو دغيا ب 5 ثواني بماكينه ديال الفايبر. يعني المحافظه او سميتو بساطه من الجلد، شي حاجه اللي واعره وتمشي لك في المغرب وانا متيقن. زائد شنو تقدر تبيع الدراري؟ المجوهرات من الخشب ولا حتى من الحديد. راه وريتكم فيديوهات سابقه كيفاش صاوبت مجوهرات تقدر تبيعهم. ما نقولش لكم الدراري، راه وريتكم في الفيديو، نقدر نخلي لكم فيديو في الديسكريبشن وتشوفوا كيفاش تنصاوب مجوهرات غير من الدار وتنبيع. يعني شي حاجه اللي ساهله وما تاخذش الوقت وتصاوبها غير بالماكينه ديال الديوده او الماكينه ديال السي او 2 اللي ساهله بزاف وتبدا وتقدر تبيع عاوتاني مثلا ستيلوات. يعني تشد ستيلو مثلا من الحديد ولا ستيلوات من الخشب وتنقش عليهم مثلا اي حاجه. مثلا هذه فكره تقدر ديرها مثلا للشركات تبغيو مثلا مثلا شي اقلام يكونوا خاصين بالشركه ديالهم، تكتب لهم السميه ديالهم او اللوغو ديالهم في ستيلوات، ولا دير لهم مثلا بيزنس كارت. راه عندي دابا نوريكم بيزنس كارت وتكتب لهم مثلا المعلومات ديالهم في ديك البيزنس كارت ولا اي حاجه. هذه تقدر تبيعهم بزاف حتى في المغرب. ولكن الدراري النصيحه الذهبيه اللي غادي نعطيك في هذا الفيديو هي ما تشتتش راسك بزاف بالبرودويات. تخدم على 2-3 البرودويات وبدا تبيعهم. يعني ما ديرش 80 برودوي. انا في الموقع الالكتروني ديالي يعني دابا خدام تقريبا عامين ديال الخدمه، يلاه عندي مثلا مبازي على واحد 10 ولا 12 البرودوي اللي مبازي عليهم وغادي نبيعهم. يعني ما تنمشيش بزاف، يعني ما تنطلعش بزاف ديال البرودوي. نخدم على برودويات في الاول 2-3 البرودويات ببركه وحاول تبيعهم. ودابا غادي نجيو لاهم خطوه هي التسويق. مثلا صاوبتي المنتوجات ديالك عن طريق الليزر، كيفاش غادي نسوقوا لهذه المنتوجات؟ اول خطوه غادي ننصحك بها الدراري هي تبني صفحه في تيك توك وصفحه في الانستغرام. شنو انا براسي ومازال خدام بهذه الطريقه. الصفحه في التيك توك وصفحه في الانستغرام، وتبدا تصور المنتوجات ديالك كيفاش من الاول، من تحط مثلا الخشب ولا البرودوي من الاول حتى الاخر، كيفاش تتصاوبوا وتديروا مثلا ريل ولا تديروا مثلا كصور، وكيفاش مثلا كيفاش داير في الاول تجيب خشبه مثلا فيها والو، وفي الاخر تردها مثلا كمجوهرات ولا تردها كرسمه ولا شي ديكور ولا شي حاجه بحال هكا. ديما اي حاجه صاوبتي، اي برودوي صاوبتي الدراري، حطهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص تيك توك، وبالخصوص في التيك توك حيت يطلع لك دغيا الصفحه ديالك، وحتى الانستغرام. وبقات تصور اي حاجه درتيها، اي برودوي درتيه صوروا ومونطي وحطوا في مواقع التواصل الاجتماعي. راه الناس غادي يشوفوا هذاك الشيء وغادي يجيو يتواصلوا معك. وفين غادي نشروا عاوتاني المنتوجات ديالنا؟ احسن بلاصه عاوتاني فين تنشر المنتوجات ديالك الدراري هو الماركت بليس في فيسبوك. مثلا غادي تمشي للماركت بليس غتبقى تحط اي برودوي صاوبتي غادي تحطو. غادي تمشي عاوتاني المجموعات ديال في الفيسبوك مثلا ديال المدينه ديالك فين ساكن انت، ولا ديال شي مجموعات ديال البيع والشراء، وتحط المنتوجات ديالك تما. ولا بغيتي تطور عاوتاني من المشروع ديالك وتبان اكثر، شنو غتبقى تمشي للمعارض. غتبقى تمشي للمعارض ديال الصناعه اليدويه في المغرب. يعني تلقى شي معرض ديال الصناعه اليدويه في المغرب، تقدر تدخل تشارك فيه مثلا وتبين المنتوجات ديالك وشنو هو تدير وشنو هو تصاوب بالماكينات ديال الليزر. هذا الشيء باش تعرف وتسوق المنتوجات ديالك وتسوق البراند ديالك. زائد واهم حاجه واللي واعره بزاف هي دير شراكات مع
دير شراكات مع شركات اخرين، مثلا تشد واحد مثلا غتبقى تواصل مع الشركات ديال الاعراس مثلا تنظموا منظمين ديال الاعراس والحفلات، وتهضر معاهم وتقول لهم وتعرض عليهم الخدمه ديالك، وتهضر مع دوك المنظمين ديال الحفلات هما اللي بقاو يجيبوا لك مثلا الزبائن، وتعطيهم واحد النسبه ديال الارباح من هذاك الشيء اللي غادي مثلا جابوا لك اي زبون، تعطيهم مثلا واحد 10% من الارباح اللي مثلا دخلتي من عندهم. فهمتي؟ هذه هي الفكره اللي زوينه بزاف، وانا كنت في المغرب غادي نديرها، نهضر مع الشركات ديال المنظمين ديال الحفلات والاعراس وهذه، ونهضر معاهم ونوريهم الخدمه ديالي وشنو ندير وشنو نقدر نفيدهم في الشركه ديالهم، واي حاجه جابوها لي ولا جابوا لي زبائن غادي نعطيهم واحد النسبه ديال الربح اللي غادي نتفاهم معاهم قبل على هادشي. ودابا نهضروا على كيفاش نحسبوا الثمن ديال المنتوج ديالك وكيفاش غادي نديروا التسعير ديال المنتوجات ديالنا. المهم نعطيك واحد المعادله اللي بسيطه بزاف واللي غادي تتبعها معايا، وانا كندير بحال هكا. الثمن النهائي خاصو يغطي لك كل شيء، يعني برودوي الخدمه ديالك زائد يبقى لك واحد 40% ولا 50% ديال الهامش الربح ديالك. يعني غتحيد، يعني غتشد المنتوج ديالك، غتحيد منه البرودوي بشحال شاريه، تحيد منه الخدمه ديالك شحال عطيتيه ديال الوقت، يعني واحد 10 دقائق 15 دقيقه، زائد غتحيد منه مثلا درتي مثلا شي اد ولا شي حاجه، شي خلصتي الادز مثلا فيسبوك ولا شي لعبه بحال هكا، تحيد واحد النسبه، وغادي تخلي ضروري 30 ما بين 30 حتى 50% ديال الارباح اللي بقاو لك انت ديالك. مثلا نعطيك مثال بسيط، مثلا الغطاء ديال الهواتف، مثلا فون كيس بحال هذا، مثلا حنا انا شاريه مثلا، هذا مثال، نعطيك مثال فقط، انا شاريه مثلا ب 30 درهم، التكلفه ديال هذا هي 30 درهم، والوقت ديال التصميم والنقش والخدمه ديالي اللي درتها انايا باش نقش هذا البرودوي هي مثلا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه على الى كثرات. مثلا انا نقدر نقول لك ما غير 5 دقائق ولا 10 دقائق كافيه ما بين التصميم والنقش. المهم نديروا ليها مثلا الخدمه ديالي نعطيوها مثلا 15 درهم ولا 20 درهم، يعني 30 درهم زائد 20 درهم. مثلا هذا طالع علينا ب 30 درهم، والخدمه ديالنا مثلا هي 10 دقائق، نديروا لها مثلا 20 درهم ديال الخدمه ديالنا، هي شحال 30 درهم زائد 20 درهم هي 50 درهم. المهم هذه المهم دابا حطينا 50 درهم، نزيدوا عليها التكاليف الاخرى مثلا بحال الضوء ولا الكهرباء ولا مثلا التغليف ولا شي حاجه، نزيدوا له واحد 5 دراهم، هي شحال هي 55 درهم. المهم درنا 55 درهم، وهذا المنتوج انت راه قادر تبيعه مثلا ب 100 درهم، راه 100 درهم تقدر تبيع انت منتوج. مثلا شديتي واحد الفون كيز ولا غطاء ديال الهاتف مثلا ديال الايفون ولا شي حاجه بحال هكايا، ونقشتي عليه شي حاجه اللي سبيسيال المشتري بغاها، راه تبيعه ب 100 درهم، هي عندك تقريبا 50 درهم ديال التكاليف، منها التكلفه ديال المنتوج والتكلفه ديال الخدمه، وحيدنا شي تكاليف اخرين بحال الكهرباء والتغليف وداك الشيء، عطاتني 50 درهم، وانا غادي نبيعه ب 100 درهم. هي شحال ربحنا تقريبا 50 درهم من هذا المنتوج. يعني هذا غير مثال، هذا مثال عملي عطيته. دابا نهضروا كيفاش نقدروا نوصلوا ل 10000 درهم في الشهر. 10000 درهم راه ماشي شي حاجه اللي بزاف، 10000 درهم راه حلم اللي بسيط بزاف اللي تقدروا ديروا دغيا. نعطيكم مثال عملي كيفاش نقدروا نجيبوا 10000 درهم كل شهر من استعمال ماكينات ديال اللايزر، وتبع معايا. نديروا مثلا انك تتبيع منتوج ب 80 درهم. 80 درهم راه ماشي شي حاجه، انت راه تقدر تبيع ب 100 درهم 150 درهم كاع. المهم حنا نعطيو النص ديال داك الاثمنه ديال نعطيو متوسط 80 درهم. المهم نديروا مثلا 10000 درهم، نديروا 10000 درهم مقسومه على 80 درهم، ونشوفوا شحال من المنتوج نقدروا نبيعوا في الشهر. غتعطينا تقريبا 125 منتوج اللي خصنا نبيعوا كل شهر. المهم راه تقدر تبان لك مثلا 125 منتوج في الشهر شي حاجه اللي بزاف، ولكن الا قسمتي 120 منتوج على 30 يوم، يعني كل نهار المده ديال الشهر، شحال غتعطيك؟ يعني شحال تقدر تبيع في النهار باش تجيب 10000 درهم؟ تقريبا غير 4 ولا 5 ديال المنتجات في اليوم اللي تقدر تجيب لك 10000 درهم كل شهر. 4 ولا 5 في اليوم، 4 ولا 5 في اليوم راه والو بالنسبه انا ليا دابا حاليا. الخمسه 4 5 تنوض في الصباح تلقى 4 5 عاد زيد النهار كله. تقريبا تقدر نوصل مثلا حتى ل 15 اوردر في النهار، حتى ل 20 اوردر
على حساب اليوم كيداير، ولكن 3 5 يعني 4 5 ديال المنتجات في النهار راه والو والو الدراري. دابا غادي نعطيك خطه ديال العمل كيفاش نبداو، يعني من الاول كيفاش غادي نبداو. نعطيك الشهر الاول والثاني. الشهر الاول والثاني اخويا شنو علاش غتركز اخويا على التعلم للماكينه كيفاش تخدم اخويا. ما فهمتيني، نسى عليا الفلوس ما عادش من الشهر الاول والشهر الثاني، ما عادش. لا علاش؟ انت اصلا مازال ما فاهم والو في الدومين. الشهر الاول الشهر الثاني غادي تركز ليا اخويا على الماكينه كيفاش تخدم، على برنامج التحكم كيفاش يخدم. مثلا هذاك اللايزر، هاد الماكينات ديال اللايزر تيخدموا بالبرامج ديال التحكم، يعني لوجيسيال ولا ابليكاسيون تديرو في البيسي، تانستالي في البيسي. خاصك اخويا تتعلم له مزيان وتشدو، وماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه ارقام فهمتيني. دغيا عاد شدو، راه نعطيك شهر شهرين تولي طير فيه. والشهر الاول وزائد تعلم مثلا الماكينات وتعلم البرامج ديال التحكم. غتمشي دير يعني في الشهر الاول والثاني، يعني من الاول غتمشي اخويا تبني لي واحد الصفحه في الفيسبوك، تبني لي اخويا واحد الصفحه في الانستغرام، وتبني لي اخويا الصفحه في التيك توك فين غادي توري اخويا الخدمه ديالك. ومن تما من غيبداو يجيوك ان شاء الله اول مبيعات. هادشي راه تنهضر لك انا من التجربه الخاصه ديالي. الشهر الثالث والشهر الرابع شنو عاد تمشي دير اخويا؟ غتركز ليا على فهمتيني 2 ولا 3 ديال المنتجات، وانايا نقدر ننصحك تركز ليا على المجال ديال الحفلات وديال الاعراس. هنا من غيجيوك اخويا فهمتيني المبيعات اللي بزاف. غتركز ليا اخويا على 2 3 ديال المنتجات فقط. ما تطولش بزاف، ما تمشيش بزاف، ما تشتتش بزاف. فمن بعد فهمتيني فاش انت ان شاء الله غادي تولي محترف في هذا المجال، وعاد اخويا فهمتيني طور ليا المنتجات وخدم ليا المنتجات اللي بغيت. قد تواصل ضروري تواصل ليا اخويا مع المنظمين ديال الحفلات، وريهم الشونتيو ديالك، وريهم شنو تخدم. عطيهم واحد البرودوي اللي فابور. شوف قول له شوف هذه هديه ديالك، شوف ليا. وهما ان شاء الله غادي يبداو يجيبوا لك المبيعات ويجيبوا لك الزبائن حتى لعندك، وتعطيهم واحد النسبه ديال الربح اللي غتفاهم معاهم. فهمتي؟ هضرت على هذه النقطه. شنو عاد دير عاوتاني في الشهر الثالث والشهر الرابع؟ غتبدا اخويا فاش غيكون عندك ديجا انستغرام، غيكون عندك ديجا الفيسبوك، غتبقى تطلق ليا مره 5 اورو في النهار ولا 50 درهم في النهار. طلق ليا الادس واستهدف ليا الجمهور اللي مهتم بالحفلات واللي مهتم بالاعراس واللي مهتم بهذا الشيء ديال فهمتيني ديال المناسبات. تهدفهم ليا وخلي الادس خدام واحد فهمتيني على الاقل 3 ايام، يعني 5 اورو في النهار. 3 ايام 4 ايام غيبداو يجيوك المبيعات. وفاش تشوف المبيعات بداو يزيدوا الداري، طلع شويه البودجيت ديال الادس، واحد 10 اورو ولا 100 درهم في النهار، وانت غادي بحال هاد الطريقه بشويه. اللي بغى يربح العام طويل اخويا ما تكون خاصك تصبر. راه ما هادشي ما غاديش يجي من الضربه الاولى، من الشهر الاول والشهر الثاني. هادشي خصو الصبر اخويا فهمتيني. الا صبرتي غادي تلقى. وفاش تبدا ان شاء الله الدراري فاش غتبدا ان شاء الله تولي عندك تجربه اللي مزيانه في الشهر مثلا الخامس والسادس، يعني من واحد 6 شهور ولا 5 شهور غتولي عندك تجربه اللي زوينه. غتبدا تتواصل مع الشركات الكبار وتبدا تعرض عليهم الخدمه ديالك. مثلا بغاو السيلوات، غتمشي تجيب اخويا السيلوات من الخشب ولا من الحديد من علي بابا ولا شي لعيبه بحال هكايا، وتكتب لهم اللوغو ديالك وتصيفط لهم واحد الشونتيو. انا راه عندي شركه ديال اللايزر، ها الخدمه ديالي. صيفط لهم مثلا شي حاجه اللي فابور، واحد الاكزامبل ديال السيلوات. مثلا بغاو مثلا مكتوبه، يعني دفاتر مثلا صغار مثلا ديال المذكرات، دير فيهم نتايا دير فيهم مثلا اللوغو ديالهم ولا المعلومات ديالهم ولا شي لعيبه بحال هكايا. تشد عاوتاني لي بيزنس كاردز راه عندي دابا نوريهم لكم، وتوريهم الخدمه، دير لهم مثلا اللوغو ديالهم، المعلومات ديالهم، النمره ديالهم، الايميل ديالهم، وتعطيهم. ومن تما غادي يبدا يجيك ان شاء الله الاوردر اللي شويه كبير. يعني غتولي انت تشد اوردر ماشي اوردر في النهار، لا غادي من شركه الا عجبتيها مثلا الخدمه ديالك راه دير معاك واحد 100 اوردر اللي خاصك فهمتيني، واحد 100 مبيعه اللي تصاوب ليها. راه هذيك 100 مبيعه صاوبتيها في المده مثلا ديال شهر ولا مثلا مده ديال 2 سيمانات، راه عندك تقريبا 10000. راه هي وما هي فهمتي. دابا اخويا ولا اختي انا تهضر مع جميع الفئات العمريه وجميع الاجناس، يعني عيالات، بنات، الناس يقراو، الناس فهمتيني بنادم باغي يلاه يبدا، بنادم دابا الطريق راه واضح، راه ما بقاش شي حاجه، ما عندكش عذر دابا والله. راه الناس يخسروا مثلا شريتي ماكينه ديال اللايزر 3000 درهم، راه شي حاجه ملموسه، راه ما تبيعش لك الوهم. راه الناس يبيعوا لك اكثر ديال الناس يبيعوا لك الاوهام. حكا دير ليا الدروب شيبين، دير ليا اخويا. لا هادشي شوف مات، هادشي
انت غتشد ماكينه ملموسه بلا وهم بلا داك التخربيق ديالو، فهمتيني. دابا في هذا الفيديو داير وريتكم جميع الخطوات، وريتك من ا حتى لزد، على فهمتيني، على ما بغيتيش تبدا هذا المشروع الدراري. راه ماشي غير مجرد طريق باش دير الفلوس ولا لا. هذا المشروع غادي يغير حياتك كلها، غادي يغير الحياه ديالك كلها، ماشي غير فلوس ولا لا. غتغير حتى في دماغك ان شاء الله، فهمتي. غتولي مثلا الا فريمون بغيتي هذا المجال غتبدا تبدع فيه، يعني غتبدع، يعني غتقدر تصنع شي منتجات اللي ديالك انت. خاصك انت فاش تبدا تبغي هذا المجال. راه شوف، راه بحال مثلا فاش تكون عندك شريك راه ديالك، ما كاينش شي واحد غادي ينقر عليك ولا مثلا الوقت ولا لا. شي حاجه ديالك، غتنوض في الصباح دير خدمتك، تعطيه داك الشيء اللي بجهدك كديريه وغادي تنجح ان شاء الله. هنا راه بديت من والو، بديت الحمد لله. دابا راه تنجيبوا مبيعات اللي زوينه بزاف، يعني راه 20 25 في النهار مبيعه راه تنجيبوها دغيا. يلا الدراري، شنو كتسناو؟ القرار راه بين يديك، بدا اليوم وماشي غدا، فهمتي. بدا تفكر من دابا، قلب على ماكينه من دابا، من اليوم، ماشي تاع غدا ولا بعد غدا ولا تكون عندي الفلوس، لا. قلب عليها اخويا وبدا دير لك واحد البلان في راسك، وبدا تتعلم، بدا تبحث. يوتيوب راه عامر، اكثر تفهم شويه ديال لونغلي، راه اليوتيوب عامر. هاد المعلومات اللي نعطيك انايا راه فابور، راه هادشي ديالك، فهمتيني. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. عجبك هذا الفيديو دير لي لايك، خلي لي اشتراك، وعندك اي تعليق ان شاء الله راه غادي نجاوبك. يلا الدراري، تهلاو ليا في راسكم وبيس، ونشوفكم فيديو جديد.